عليكم حبيباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في افضل احوالكم. قبل ما نبدا الفيديو تاعنا اليوم نبغي كامل نشكركم ونقول لكم ربي يفرحكم كيما راكم فرحيني بهذوك لي كومونتير الزينين. ربي ان شاء الله يعطيكم واش راكم متمنيين. نرحب كامل بالمشتركات اللي انضموا لينا للقناه ونقول لكم نورتوني، وكل وحده راهي تكتب لي تعليق شباب يقول لك ربي يفرحك وربي يعطيكم كامل خياتي واش راكم متمنيين. صدقوني انه راني فرحانه بزاف بزاف بالتعليقات تاعكم، بالدعم تاعكم. واش نقول لكم خياتي، نقول لكم ان شاء الله فقط نكون عند حسن ظنكم. اليوم بغيت نشارككم المشتريات. هذه المشتريات خياتي ما راهمش من المصروف تاعي ولا من الميزانيه تاع المطبخ. هذو كان الزوج لقى الثوم رخيصه ولقى الطوماطيش فكان جاب لي في طريقه وقلت نشارككم بدايه العوله. انا هذا وراني راح نبدا ان شاء الله. كل ما نلقى حاجه لي بري تاعها مليح ونلقى النوعيه تاعها مليحه راح نشارككم واش راني ندير. كيما راكم تشوفوا اول حاجه الطوماطيش كنا شريناها نهار الجمعه لحقت حتى ال 25000. حنا شرينا 23، كاين اللي قالوا لي فاتت، كاين اللي قالوا لي شرينا 27، كاين الله المستعان. اليوم راهي 15000 كان جاب لي غير كيلو، وانا راهي تبقات لي صراحه من السمانه اللي فاتت ما خلصتش. مي هو كي لقاها رخيصه قال لي خفت نهار الجمعه نلقاها البري تاعها طالع، فكان جاب لي غير كيلو كيما راكم تشوفوا. بزاف بزاف هايله. انا راح نشارككم واش تبقى لي من السمانه اللي فاتت. كيما راكم تشوفوا خياتي كان تبقاو لي هادو الحجم تاعهم بزاف كبير. شوفوا خياتي كبيره الحبه، راح نقسمها على اثنين. هذه تبقات لي من السمانه اللي فاتت، وهذه اللي كان جابها لي الزوج اليوم. نروحوا دوكا للثوم. هذه اكيد انا راح نستهلكها مازال وقت العوله نتاع الطوماطيش. كي ندير العوله ان شاء الله وان شاء الله يا ربي تزيد تنقص اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. كي نبداو نديرو في العوله راح نشارككم كيفاش الطريقه نتاعي باش نديرها مصبره وباش نجملها. الحاجه اللي بغيت نشاركها معاكم الحاجه المهمه اللي هي الثوم. الثوم يا خواتاتي ابداو ديروا في العوله. علاش؟ البري تاعها راهو مليح ما شاء الله، والنوعيه نتاعها مليحه. شوفوا ما تخلوهاش حتى ترخص 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 ويولي البري تاعها ناقص، لانه راح تلقاوها فارغه من الداخل. فهمتوني؟ مش راح تلقاوها ثامره. والنوعيه ايضا تختلف. ممكن انت دوكا نقول لك انا باش شريتها تقولي لي بلي راهي غاليه. مي هذه الثوم الحمراء هذه كيما راكم تشوفوا، هذه الثوم الحمراء راهي دير 15000. الثوم هذيك البيضاء راح تلحق مثلا راهي 8000 10000. فهمتوني؟ مي الثوم الحمراء هذه هايله هايله هايله، الريحه تاعها رائعه. خواتاتي شروها ب 15000 خير ما يلحق علينا رمضان تاع العام الجاي نلقاوها حتى 80000. شفتوا شحال راهي لحقت هذا العام. الطريقه تاعي بالاحتفاظ بها طريقه مضمونه، عندي سنين وانا شاركها معاكم، شاركتها معاكم منذ سنوات والحمد لله راني مازلت معتمدتها. ما دير لي الريحه في الكونجيلاتور تاعي، ما تفسد لي ما والو. راح نقول لكم الطريقه تاعي. كيما راكم تشوفوا انا نجيب هذا القرع الصغار نتوع المعادي. تقدري ديري قرعه كبيره، مي انا نبغي ندير في هذو الصغار باش كي نجبد نحي منهم ونفمفم نرجعهم. فهمتوني خياتي؟ ندير هذو القرع الصغار تخليها تنشف مليح مليح، ما تخليش فيها هذا القطرات تاع الماء. اذا ما بغاش تنشف لك دخلي فيها البابي نشفيها مليح وبداي ديري فيها في الثوم نتاعك. كيما راكم تشوفوا الحبه تاع الثوم كيما هكذا راح نفتحها هكذا ونخليها بالقشره تاعها. خلوا الثوم بالقشره تاعها عادي، ما تنحولهاش القشره وديروها في القروع تاعكم. فهمتوني؟ كيما راكم تشوفوا هذه القرعه تاعها الفم تاعها ضيق، مي هذه الفم تاعها عريض. شوفوا خياتي هكذا. انا القرعه مازال ما نشفتهاش كيما راكم تشوفوا، راني غير نوري لكم في الطريقه. نعمر القرعه تاعي ونغلقها مليح مليح ونديرها في الكونجيلاتور. هذا هو الوقت نتاع العوله نتاع الثوم. ابداو خياتي ديروا الثوم تاعكم في الكونجيلاتور. راح تلقاوها كيما الحسنه. صدقوني انا الثوم حاجه ضروريه عندي في الدار. الثوم نبغي نطيب به بزاف بزاف. فابداو خياتي ديروا الثوم. قلت لكم انا كنا شريناها ب 15000. هذه 2 كيلو جاتنا ب 30000. هذا الربطه فيها 2 كيلو كيما راكم تشوفوا راهي كميه ما شاء الله. شوفوا خواتاتي، وكيما قلت لكم الحبه راهي ثامره الله يبارك. شوف
وراهي جديده، راهي بها بالماء نتاعها كيما راكم تشوفوا. الحبه راهي الله يبارك. فكي تخلوا هذاك الوقت تقعدوا تخلوا فيها تنقص، على بالي صح البري تاعها راح يزيد يهبط، ممكن ما على باليش انا، ممكن هذا الحمراء الا تهبط ولا لا. مي البيضه والحمراء راهم يختلفوا في النوعيه. هذه الحمراء تجي قاطعه، تجي هذيك الثوم الريحه تاعها شابه، والبيضه تجي شويه الريحه تاعها ما تجيش قاطعه بزاف. كيما قلت لكم خواتاتي، اللي باغيه تبدا معايا العوله، انا راح نبدا ان شاء الله، راح نشارككم القرنون. راني درت القرنون، بديت ندير غير بشويه، راني نكونجلي فيه وراح نديرو معلب. بطريقه التعليب راح نشارككم بها ان شاء الله باذن الله. اليوم راح نشارككم واش خبيت غير شويه، مانيش مخبيه بزاف. راح نشارككم، نجبد لكم من الثلاجه خياتي. كما راكم تشوفوا خياتي، انا هذا هو القرنون اللي كنت درت غير هذه الكميه. كما راكم تشوفوا هنايا عندي 7 حبات برك، شوفوا عندي غير هاد 7 حبات. راح نعمر هاد لابواط ونزيد ندير المعلب ولا نديرو التصبير ان شاء الله. كي نبدا ندير في الطريقه نتاع التصبير راح نشاركها معكم بالتفصيل. كامل خواتاتي اللي قالوا لي شاركي معنا العوله، كل حاجه راح نديرها في داري ان شاء الله راح نشارككم بها. انا الطوماطيش نديرها مجمده للبيتزا وكامل، وندير ايضا المعلبه، نبغي ندير هذيك نصبر الطوماطيش، فراح تبقى لي مده ما شاء الله. المهم اي حاجه انا راح نشاركها معكم في هذه القناه. نتوما فقط بقاو اوفياء للقناه. الاخوات اللي ما راهمش مشتركين، لانه كاين بزاف اخوات راهم يشوفوا القناه ولكن ما راهمش مشتركين، نتمنى انكم تشتركوا في القناه، لانه راح تلقاو بزاف جديد باش يوصلكم الاشعارات ان شاء الله نتاع جديد تاعنا. هذا هو الفيديو تاعي، نتمنى انه يكون مفيد لكم وانه تكونوا تدوا منه ولو معلومه بسيطه. شوفوا خياتي، ننصحكم انكم تبداو في الثوم، ماشي نهار اللي يلحق الوقت تاع الثوم نبقاو ندمانين ونقولوا يا ريت ويا ريت ويا ريت. ابداو 15 ميل 30 ميل غير بشويه بشويه. انا دائما نقول لكم ما نبغيش نشري كميه كبيره، ندير غير بشويه، وراح نزيد اكيد مانيش راح نخلي غير هذا الثوم برك. وكاينه عده طرق، هذه الطريقه نتاع التجميل، مي راح ان شاء الله نشارككم طرق واحده اخرى في القناه. هذا هو الفيديو تاعنا، نتمنى انه يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.